خلصت السنة وخلص آخر امتحان مدرسي همتحنه في حياتي. كانت رحلة طويلة عديت فيها بحاجات كتير، ذاكرت كتير وسهرت كتير، مرقعت شوية بس عملت كل اللي أنا أقدر عليه. حاجات كتير قوي حصلت كنت أتمنى إن هي ما تحصلش بس ما كنتش أعرف، وحاجات كتير عملتها كنت مبسوط إن أنا عملتها. وخلاص ما بقاش غير إن احنا نقفل الصفحة ونتحرك في حياتنا. بس قبل ما نقفل الصفحة في حاجة كمان لازم تتعمل. السلام عليكم، انا عمر. الفيديو ده بيتصور 22/7/2025 بعد 12 يوم من اخر امتحان مدرسي امتحنه في حياتي. الحقيقة ان على مدار ال 12 سنة دول عديت فيهم بمراحل كتير جدا في حياتي، فرحت كتير جدا واتضايقت كتير جدا، ذكريات كتير قوي، ذكريات كتير جدا من كبرها الواحد بينسى جزء منها وبيفتكر جزء منها في وقت من الاوقات وبينسى جزء منها في وقت من الاوقات. ودلوقتي الفيديو ده هو الختامية لاخر سنة من سنوات الدراسة، ثالثة سنة عدت اكنها سنتين، بس كل يوم منها عدى اكنه ساعة. كل شهر من اول اجازة تانية ثانوي لغاية شهر 7 وقبل النتيجة بيبقى ليه قصة واحداث مختلفة، وكل شهر من دول تحسه فصل من فصول قصة كبيرة جدا. ومع انه كل الفصول دي ممكن يكون فيها اشخاص مختلفين او احداث مختلفة، بس الواحد بيعاصر كل شهر من دول وكل فصل من دول وكل حدث من دول لوحده، وده بيخلي الرحلة دي كلها قيمة جدا. صناعة كاملة قايمة على السنة دي لوحدها بس بسبب اهميتها عند الشعب المصري. وفي الفيديو ده وفي ختامية تالتة ثانوي بالنسبة لي هقولك على كل حاجة انت محتاج تعرفها في تالتة ثانوي علشان ما تعانيش فيها زي ما انا عانيت، وعلشان تتبسط فيها اكتر مما انا اتبسطت. والحقيقة ان انا بعمل الفيديو ده علشان ارمي السنة دي ورا ظهري خالص، بس على الاقل ارميها وانا سايب بصمة واكون مؤثر بشكل ايجابي ولو لشخص واحد على الاقل. وبس من غير ما اطول عليكم استاذنكم تحطوا لايك تشتركوا معانا في القناة ونبدأ في الفيديو. 25/2/2025 يا نهار ابيض على شعري. بصوا عندي فراغات مصلحة. الكام يوم اللي فاتوا يا جدعان كانوا تقال جدا. اول حاجه اقولها لك على السنه دي وهي فكره ان احنا بنفكر في السنه دي تفكير خاطئ جدا، سواء انت كنت ناجح او لا دي حاجه انت اللي بتقيمها بنفسك. والمشكله في السنه دي هي كونها سنه واحده انت بتاخدها مره واحده على طول من غير اي استراحات، من غير امتحانات في النص، من غير اي حاجه. السنه دي يا جماعه هي ماراثون مشي طويل جدا، اكتر حد بيستريح فيه هو الشخص اللي بيفضل ماشي في السنه دي من غير ما يقف ومن غير ما يجري. وبمعنى يمشي هنا مش بمعنى ان هو يذاكر قليل او ان هو يدي مجهود قليل، معنى ان هو يمشي ان هو يدي المجهود المطلوب بحيث ان هو يفضل مكمل في السنه دي كلها من غير اي مشاكل. بس انت كده هتقول لي ازاي؟ يعني ايه ما اجريش؟ يعني ايه ما اديش مجهود كبير؟ كل ده تفهمه معايا في خلال الدقايق اللي جايه دي. دلوقتي النهارده يوم 21 الفجر، بمعنى اخر النهارده تقرير يوم 20/1. امبارح كنت بدات الانتفاضه بتاعه المذاكره، الحمد لله تسقط اليوم خلصت حصه كامله للاستاتكس. اول حاجه بتقابلك في السنه دي هي اختيارك للمدرسين، ويا ترى بقى اخد مع المدرس المشهور ولا اخد مع المدرس الصغير، ولا في مدرس ناس بيقولوا عليه حلو بس بيقولوا معرفش ايه، في مدرس معرفش ايه. بيبقى في توتر جدا بخصوص موضوع المدرسين ده بسبب ان الناس بتاخد بالاحصائيات ان هو المدرس ده عنده معرفش مين اوائل، المدرس ده معرفش ايه. بس حقيقه ان الموضوع ابسط من كده بكتير. كل الموضوع ان انت بتشوف مدرس تكون مستريح معاه كنظام وكشرح. وانت عموما لو في اولى او في تانية ثانوي حاول تاخد مع مدرسين هتكمل معاهم في ثالثه ثانوي، لان ده هيسهل عليك جدا اختيار المدرسين في ثالثه ثانوي. بس عموما في حاجه شايفها مهمه جدا لازم تتجنبها في اختيارك للمدرسين، وهي موضوع انه بيبقى فيه انتماء زائف جدا بخصوص المدرسين. في ناس بتنصح بمدرسين بناء عن مشاعرهم الخاصه، برضه بيبقى فيه عنف زايد من ناحيه المدرسين، وبيبقى فيه برضه اعلانات كتيره جدا تخص المدرسين. ما تخليش الموضوع ده ياثر عليك بالسلب، اختار المدرس اللي يريحك كشرح وكنظام، حتى لو المدرس ده مكروه بس طالما انت مستريح معاه ومع شرحه حتى لو هو مكروه شويه ما تخليش ده يعوقك عن ان انت تكون مستريح طول السنه. هتسمع كلام كتير جدا عن مدرسين هيقولك دول حلوين جدا بس ممكن تاخد معاهم وتلاقي ان انت مش مستريح وتفضل مكمل على اساس ان المشكله منك انت، بس حقيقه ان هو الموضوع طبيعي جدا ان انت ما تكونش مستريح مع اي مدرس. وبلاش انت بنفسك تنجرف مع الانتماء المزيف للمدرسين. يعني انت عادي جدا ممكن تحب مدرس بس ما تاخدش معاه، وعادي جدا ان انت مثلا تكون بتتكلم مع حد ويبقى في حاجه مش عاجباك في مدرس وتقولها. بشوف ناس كتيره جدا بتتخانق على المدرسين، يا اما مثلا يشتم في مدرس يا اما يقول على مدرس ان هو حلو جدا. فكك انت من الموضوع ده وخليك انت مستريح. المدرس اللي يعجبك خد معاه، اللي ما يعجبكش ما تاخدش معاه. والخناقات الكتير جدا اللي هتحصل دي اقعد اتفرج عليها واضحك واتبسط وخلي السنه دي تبقى هادي على قلبك كده. كده خلصت اول كورس، واليوم اللي بعده هنخش بقى على الكورس اللي بعده وهكذا. خلص الاستاتكس بسرعه،
باذن الله يعني. تاني حاجه بتقابلك في السنه دي وهي فكره سنتر او اونلاين، مع ان الموضوع ده بسيط جدا بس الموضوع ده بيتسال فيه كتير جدا في اول السنه. كل مره في ناس بتقول لك تاخد اونلاين عشان الاونلاين بقى تبقى سهل عليك ما تقعدش تنزل سناتر، وفي ناس بتقول لك تاخد سنتر عشان ما تراكمش حصص. والحقيقه ان الموضوع ده بالذات انت اكتر واحد بيحدده، بس في كام حاجه عايز الفت انتباهك عليها عشان ما تاخدش قرار بخصوص الموضوع ده يكون غير منطقي. وهي فكره ان انت لو مثلا اخدت اونلاين في كل الحصص ده هيخليك قاعد في بيتك بشكل مكثف جدا، والموضوع ده معايا انا اثر بشكل كبير جدا على مذاكرتي. برضو فكره ان انت يكون عندك دروس كتيره جدا المفروض تتفرج عليها وانت قاعد في بيتك بيخلي فيه قابليه ان انت ما تركزش مع الحصه او ان انت تقعد تاجل فيها لغايه اخر الاسبوع، وده بيخلي ان انت تدي جهد اقل كتير جدا للحل، واللي هو اصلا اهم بكتير جدا من الحصه. وبرضو فكره السنتر ان انت ممكن تقضي يومك كله في سناتر فتبقى مرهق جدا، وده برضو ياثر على مذاكرتك. فانت باختيارك لسنتر او اونلاين حاول تاخد القرار بشكل عقلاني فيما يخص طريقه مذاكرتك او فيما يخص قدرتك على المذاكره عامه. انا بالنسبه لي شايف ان انت تقسمهم، مواد تاخدهم اونلاين مواد تاخدهم سنتر. يعني مثلا العربي شايف ان هو حلو جدا ان انت تاخده اونلاين، شايف ان الفيزيكس او الفيزياء من اكتر المواد اللي انت ممكن تاخدها سنتر، شايف برضو ان انت كعلم رياضه الماس تاخده سنتر برضو هيبقى كويس جدا عليك. باقي المواد ده انت ونظامك وانت ومخك. بكره هروح اجيب بكره هروح اجيب الكود اللي بعده واروح اجيب الكتاب بحيث ان انا احل بقى، وباذن الله احل على. تالت حاجه هتقابلك في السنه دي وهي نظام المذاكره بقى عموما، هتذاكر ازاي وهتذاكر امتى وهتقسم جدولك عامل ازاي. والحقيقه دي حاجه من الحاجات اللي انا اتخدعت فيها من نفسي، وحاجه من الحاجات اللي بشوف الناس ما بتتكلمش عليها بشكل كبير. في الاول هتفكر في نظام يكون مثالي جدا، نظام انت هتعرف تذاكر فيه وتلعب وتعمل اكتيفيتيز، وده على الاقل التفكير اللي انا كنت بفكر فيه في اول السنه. اهم حاجه في اختيارك لنظام المذاكره وهو ان هو يكون عقلاني ويكون ماشي مع قدرتك على المذاكره الفعليه. ما ينفعش ان انت مثلا تحط ان انت تخلص حصه كل يوم وانت ما تقدرش تخلص حصه كل يوم، هتلاقي ان انت مع اسبوع التاني هتلاقي نفسك بتراكم بشكل كبير جدا. وما ينفعش ان انت تقسم عدد مواد في اليوم انت العدد ده ما بتقدرش تستحمله. ومن حيث ساعات المذاكره حاول تقسم ساعات المذاكره بالساعات اللي انت تقدر تستحملها، بس برضو تكون الساعات دي تكفي تاسكات الاسبوع. برضو حط في دماغك فكره ان انت ممكن يحصل لك اي ظروف، فخلي نظامك في المذاكره يكون مرن شويه. وعموما احسن وقت انا كنت بذاكر فيه كان الوقت اللي انا كنت بذاكر فيه مادتين في اليوم، ماده اشوف الحصه بتاعتها وماده احل عليها. وبرضو حاجه من الحاجات اللي هي كانت بتساعدني ان انا كنت بكتب التاسكات بتاعتي، ويا اما كنت بحط جنبها مربع واعمل عليه صح لما اخلص، يا اما كنت بشطب عليها خالص. كل دي حاجات حاول تجربها انت بنفسك وتشوف ايه اللي ماشي معاك، وما تمشيش مع اي حاجه عشوائيه بتشوفها لان ده ممكن ما يكونش ماشي معاك قوي، بالذات فيديوهات اليوتيوب اللي هي ما بتكونش عقلانيه خالص. بس بخصوص المذاكره في حاجات لازم ما تعملهاش خالص، وهي فكره ان انت تكروت الواجب او ان انت تنقله او ان انت مثلا تاجل الحصه لاخر الاسبوع فبحيث ان انت تتزنق في الحصه وفي الواجب. بس عموما انت لو لقيت نفسك في موقف ان انت مثلا عندك حصه بكره فلازم تتصرف في الواجب بتاعها، لا روح لهم بالواجب لو حتى هيكون فاضي بس حل انت بايدك. وبرده في حاجه غلط جدا انت ممكن تفكر ان هي هتنفعك او هتخليك تلم بسرعه، وهي فكره ان انت تتفرج على الحصص او تلمها بعد كده تحل الواجبات بتاعتها بعدين. دي كارثه ما تعملهاش، اياك تعمل كده، ما تعملش خالص كده. نو 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 نو. انت لو انت هتاخد وقت في ان انت تلم خد وقتك عادي ولم في الوقت اللي انت عايزه، بس حل 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 حل. الحصه النهارده اللي انا اخدتها والحصه بقى اللي جايه بما انهم اصلا بيبقوا مرتبطين ببعض يعني، فما اعتقدش ان هيبقى فيه. برضو حاجه من الحاجات اللي انت هتسمعها كتير جدا فكره تحل كام مصدر او تحل مصادر ايه. عموما المدرسين بيحطوا واجبات كتيره جدا، اصلا الواجبات دي غير منطقيه. الواجبات دي اصلا بتتعمل بالعافيه، ففكره ان انت تحط عليها مصادر اكتر حتى لو اتعمل فهو هيستنزف منك. فكره ان انت تراقب بعد كده تشيت برضو ده هياخد من طاقتك، هتلاقي ان انت كل شويه بتقف. احسن حاجه تعملها هي ان انت تحل على حسب قدرتك. بعد كده انت لو فيك القدره ان انت تحل مصادر يا باشا شوف لك اي مصدر حل منه. وزي ما قلت لك في الاخر الموضوع النتيجه والنجاح ده كله بايد ربنا مش بايدنا احنا. انت بتعمل كل اللي انت بتقدر عليه، وفي الاخر النتيجه اللي انت بتجيبها مش بتبقى انت حليت قد ايه وده حل قد ايه وده حل 3 كتب وده حل 4 كتب. بس فكره ان انت تحل اقل من ان انت تعرف تعمله وتريح دماغك، او فكره ان انت تضغط على نفسك فالموضوع ده يجي عليك بعدين، دي كلها حاجات غير منطقيه وكلها حاجات بنسمعها بتبقى حاجات غلط جدا كبيره يعني. وكده كده مش قادر احل على كامل يعني، على انا ما اعرفش بصراحه الهوم ورك بيبقى قد ايه عندي. وبرده حاجه تانية مترتب عليها الموضوع ده فكره التراكم. حاول ما تراكمش اي حصص، ما تراكمش اي واجبات، وده هيخليك ان انت لما تخش على فتره المراجعات النهائيه هتلاقي ان انت مستريح جدا وبتحل زي ما انت عايز، وساعتها هتبقى براحتك جدا بقى. ممكن تحل من مصدر، ممكن تحل من التاني، ممكن تحل من مصادر مع بعض، ممكن تشد بقى براحتك في الفتره دي. طبعا اكيد بتاخد راحه وبتاخد اجازات، ولما يجي عليك وقت تكون فاقد فيه الشغف لازم تدوس على نفسك شويه بحيث ان انت
ما يوقعش منك حاجات. وبجد المجهود اللي انت هتديه وانت مش قادر تديه، هتلاقي ان المجهود ده بيصنع لك قيمه كشخص، وهتلاقي ان انت المجهود ده كله هتلاقي نفسك فخور بيه في الاخر مهما كانت درجتك ايه. والسنه دي يا جماعه انا بشوفها هي برومو للحياه العمليه اللي احنا بقى هنمر بيها بعدها. انت بيبقى مطالب منك ان انت تمشي على مجهود مستمر خلال السنه، والمجهود ده انت لو وديته لاي حاجه تانية بقى انت حاببها او مش حاببها، هتلاقي ان انت بتنجح في الحاجه دي باذن الله يعني، او على الاقل هتكون فخور بالمجهود اللي انت بتعمله ده. وانا شخصيا كان نظام مذاكرتي في الاول قلت ان انا هخلص حصه في اليوم واخلص الواجب بتاعها، وكل ما اخلص جزء هحل عليه من مصدر وما اعرفش ايه، وفي الاخر انتهى الامر ان انا براكم من ثالث اسبوع. فبجد خليك عقلاني وما تمشيش ورا كلام الناس، لان الناس بتتكلم كتير وخلاص. ولو ركزت في النصايح اللي فاتت دي كلها هتلاقي ان هو كلها هدفها ان انت تمشي ورا قدراتك ورا الحاجات اللي انت تقدر تعملها. برضه نصيحه شايف ان هي كانت حلوه مع ناس كتير جدا، فكره ان انت تلخص ورا الحصه. هات لك كشكول كده كبير 100 صفحه واقعد لخص ورا المستر، حاول مثلا تلخص الحصه في 3 صفح مثلا او صفحتين، وده بشكل مبسط ومختصر كل المراحل اللي انت هتعدي عليها في خلال ثالثه ثانوي. عموما السنه دي هتعرف فيها ناس كتيره جدا وهتخسر فيها ناس كتيره جدا، ما تخليش الموضوع ده برضو يأثر على نفسيتك، وحاول يبقى هدفك الاول في خلال السنه دي هو الحلم اللي انت رايح له، سواء هو اصلا كان كليه انت عايز تدخلها او هو حلم حاجه انت عايز تحققها في حياتك. وبس يا جماعه دي كانت كل حاجه عندي اقولها بخصوص ثالثه ثانوي. السنه دي خلاص سيبها ورانا، مش عارف والله النتيجه هتطلع امتى، بس ايا يكن النتيجه اللي هتطلع ما اعتقدش ان انا هشاركها مع حد على السوشيال ميديا. شايف ان انا المجهود اللي انا عملته ده هو كان كل اللي اقدر عليه، وعايز ارمي السنه دي ورايا. والفيديو ده بالنسبه لي هو كان اخر حاجه تخص ثالثه ثانوي. كل ده كلام جوايا كان نفسي اخرجه واطلعه وانسى بقى السنه دي خالص، بكل اللي عدى فيها، بكل الذكريات، بكل الوجع، بكل اي حاجه. وحشني جدا القعده اللي انا قاعدها دلوقتي دي، قعده التصوير. وحشني جدا البروسيس اللي انا كنت بمشي فيها، الفيديوهات اللي انا كنت بعملها. ولازم اشكر كل الناس اللي اتفرجت على الفيديو للاخر، واشكر كل الناس اللي فضلت معايا في خلال رحله ثالثه ثانوي دي كلها اللي انا عملت فيها استمات كتير. واكيد لازم اشكركم على وصلنا ل 1700 مشترك. وبس يا جماعه، لو انت وصلت للفيديو لغايه دلوقتي اتمنى تحط لايك وتشترك معنا في القناه، تفعل زرار الجرس عشان احنا هنرجع